عشبة معجزة، ثمنها رخيص، ما تتعدى شيء، درهم، موجودة في المغرب كله، موجودة في كل دار، ثمنها اقتصادي والمذاق ديالها بنين. ف دكتور جمال ظهر لك نبوح بالاسم ديالها ولا لا؟ صبري واحد شويه، صبر واحد شويه ياك. قلتي لان هي معروفه ومشهوره ولكن مهموله في مجال استعمال التداوي بالاعشاب. للاسف المغاربه ما تعرفوش القيمه ديال هذه العشبه هذه ديالنا ديال اليوم، ياك؟ عشبه معجزه، اسرارها كثيره وهي موجوده كيف ما قلنا، والدواء راه بين يدينا غير حنا ما تنعرفوه شيء. فعلى بركه الله نبداو دكتور. بسم الله. يلا. هاد العشبه من لا فامي دي زومبيليفير، هي أكلة ودواء في خطرة في نفس الوقت. بحال مثل الثومة، البصلة، خيزو، البورو أو البوارو. دونك من أثمن وأكرم المأكولات اللي وضعها الخالق في الطبيعة. علاش؟ لأن أمان للصحة. تستعمل هذه العشبة بأكملها، الجذور والزريعة ديالها. أهم المكونات اللي كاين فيها واللي معروفة فيها، كاين واحد لا سوبستانس لابيول، تسمى لابيول، سي ان برانسيب استروجين. فيها الفيتامين ا، الفيتامين بي، حامض الفوليك، الفيتامين سي، الحديد، الكالسيوم، الفوسفور، المغنيسيوم، الصوديوم، البوتاسيوم، اليود، المنغنيز، الكبريت، الكلوروفيل وروح نباتي. هاد العشبة 4 الخطرات غنى بالفيتامين سي من الليمون. هي غنى من الليمون بربع الخطرات، من الليمون ومن الكرم، بربع الخطرات في الفيتامين سي. وانتم كتفكروا مستمعينا شنو في نظركم هاد العشبه تقدر تكون؟ ومرتان 2 خطرات غنى من الحب رشاد. اييه. هاد العشبه تستعمل لاش؟ اولا ضد فقر الدم. فقر الدم، الناس اللي عندهم فقر الدم ممتازه لهم. صالحه النمو والعدم توازن الاكل، الناس اللي ما تاكلوش مزيان. اللي هذا الور هذه تتقاد لهم كاع الماكله ديالهم، تعطيهم الاملاح المعدنيه والفيتامينات اللي ناقصين لهم كلشي. وفاتحه للشهيه، الناس اللي ما كياكلوش فاتحه للشهيه. ضد العيا التام، ضعف الاعضاء الداخليه باكملها، قله شهيه الاكل، ضد الغازات المعديه والمعويه، الغازات اللي كاين في المعده واللي كاين في المصران. ضد التقرحات المعويه اللي ديال المصارن والتعفنات باكملها فين ما بغات تكون. ضد السخانه، البارده والسخونه. ضد الام الدوره الشهريه، الوجع والصداع ديال العيالات ديال الريق، سمعتيني؟ ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، هي امان ديال المراره، اختصاص للتوترات العصبيه، لي بارازيت انتيسينو. دونك وتستعمل بزاف في السرطان. الاستعمال ديالها الخارجي، اختصاص للسيلان المهبلي، دونك لي بيرت بلونش اللي تيكونوا على العيالات. الجرح، الصداع، تنقية العينين، اللي لاسع الحشرات، وضد النمش ولا النمس اللي عنده لي بوين دروسور. دونك قوليها اليوم هاد العشبه. نقولها. وشوقتينا دكتور معاك لهاد العشبه السحريه والمعجزه فعلا. فعندك الحق، ثمنها راه بسيط وموجوده في كل مطبخ وفي كل كوزينه، ياك؟ وكتحضر في كل ماكله وشرموله. نقول بصح. والنزار دابا كان قدامه، كنت سولو بغى يقول غير بدرهم. هاد القبيطه هذه هي عشبه المعدنوس، وهي اخر هضر النزار على الربيع، ياك؟ هضر على المراه على الربيع. ايوا المعدنوس راه هي عشبتنا ديال اليوم، عليها باش كنتكلموا. هاد الاسرار كلها راه موجوده فقط في القبيطه ديال المعدنوس اللي ما كتجاوبش شي الثمن ديالها، درهم واحد دكتور جمال، ياك؟ اذا غنعاود لهم بالزربه دواعي الاستعمال لاش تصلح. واخ قلنا ضد فقر الدم، صالحه النمو والعدم توازن الاكل، ضد العيا، ضد ضعف الاعضاء الداخليه كلها، قله الشهيه، الغازات المعديه والمعويه، ضد التقرحات المعويه ديال المصارن، ضد التعفنات فين ما بغاو يكونوا، ضد السخانه البارده والسخونه، ضد الام الدوره الشهريه، ضد الروماتيزم، ضد لاغوت، امان المراره، اختصاص التوترات العصبيه، وتستعمل بزاف السرطانات. اشنا هي المعدنوس؟ شحال تيسوى هذا المعدنوس؟ درهم. غير نقول باش نوضحوا دكتور جمال شكون هما الاشخاص اللي كيستافدوا من هذا المعدنوس. فوالا الور نكملوا الزربه، وانا غنقول حتى كيفيه الاستعمال والناس اللي غياخذوا. واخا. قلنا الاستعمال الخارجي ديالها صالحه لاش؟ لي بيرت بلونش، السيلان المهبلي. صالحه للجرح، صالحه للصداع، صالحه لتنقيه العينين، راه تدار تقطع وتعصر ويداروا ينقوت ولا دوكوت، نقطه ولا جوج في العينين. اللي قرصوا الحشرات راه صالحه. والتجميل ضد النمش او النمس اللي هما لي بوين دروسور. دونك كيفيه الاستعمال
غنشدو نغليو 50 غرام من الحبوب الزريعه لا سيمونس. الزريعه ماشي العيدان والوريقات. الجدوره ولا الزريعه. واخ دونك الجدوره فعالين بواحد الدرجه كبيره. غنغليوها مده 5 دقائق في 1 لتر من الماء. دونك غناخدو 50 غرام في لتر ديال الماء، نغليوها 5 دقائق ديال الزريعه ولا ديال الجدوره ديال المعدنوس. غنخليوها تخمر واحد مده 15 دقيقه. نشربوا كاس قبل الغداء وقبل العشاء. صالحه لاش ضد الروماتيزم اللي عنده نقصان كميه البول. هاد صالحه ليه بزاف. الحجر في الكلاوي يعني كتصفي البوله ديالك. شوف الناس كاين بعض الناس تنحصروا البول انحصر تتصفيهم. هذاك ضد الحجر في الكلاوي وضد البالوديزم ضد الحناش في الامعاء لي زوكسيور. نطبخوا 50 غرام من زريعه المعدنوس و50 غرام من زريعه الكرافس في دونك سمعوا 50 غرام من زريعه المعدنوس و50 غرام من زريعه الكرافس في لتر واحد ديال الماء يتصفى. نشربوا كاس قبل الفطور واحد. هذا بالنسبه للحناش اللي كاينين اللي عندهم الدويدات اللي تاكلوا هادو كلهم لي بارازيت داكشي تعطي قتله. تنستعملوها بعض حالات الاسهال. غنطبخوا مثال بسيط غناخذوا نطبخوا مده 20 دقيقه على نار هادئه 50 غرام من الجذوره ديال المعدنوس، حفنه وحده ديال العدس، حفنه ديال الروز في ترونس ديال الماء. هذا نشربوا كاس قبل الفطور الغداء العشاء. تيساعدنا بزاف في الاسهال. حنا كنا المغاربه تنعرفوا تقول عندي الوجع ولا عندي لا دياري طايح عندي الاسهال تيقول خذ زريعه المعدنوس في البلاصه. Bien sûr, le معدنوس راه il est polyvalent, c'est un dopant d'ovulation régulateur hormonal, ميزان الهرمونات يخلق المبيض. المعدنوس يساعد بزاف في القدره على الرغبه على قطع شرب الكحول. شحال من خطره يطرح لي هذا السؤال. المعدنوس تيساعدنا باش يعطينا ديك الرغبه لا بغينا نقطعوا الشراب الناس اللي تيشربوا. دونك المعدنوس مهم. المعدنوس والكرومه فيهم هذه الخاصيه. دونك مثال بسيط غناخذوا 1 لتر من الماء نغليوه حتى الغليان، نخويوه على 50 غرام من المعدنوس، نديروا واحد شويه واحد الغرام ديال القشور ديال البومبلوموس وديال الليمون حتى تبخر الماء بالنصف. يبقى النصف نكون دايرين مركز. واخا دكتور جمال اسمح لي لان كيف ما قلتي هذه العشبه راها معجزه فيها اسرار كثير وطريقه استعمالها صالحه لكل افراد الاسره. الثمن ديالها اقتصادي وراه موجوده في كل مطبخ وكل كوزينه ياك. غادي نمشيو ونكشف يعني 24 ساعه على 24 ماشي فقط غير في وقت بث البرنامج. دكتور جمال سقلي رجعنا من جديد لهاد العشبه المعجزه ديالك اللي هي المعدنوس. ويختي فين وصلنا؟ الور لا خدينا مثال بسيط الورق ديال المعدنوس رمشناهم قطعناهم صغار لا حطيناهم على الجرح تيقضيو على الجراثيم تيلحموا هذا الجرح. بيان سور قلنا قبيله ضد لسعات الحشرات كيف ما بغى يكون. دونك لا حطينا هذا المعدنوس وباقي فري هو غدا العشبه غدا دونك فريش يكون باقي فري. لا خدينا لا حطيناهم على التديين مثال بسيط تيجفوا حليب ديال المراه دونك اللي تترضع. قلنا ضد لي بوان دروسور النمش والحساسيه البشره ديال الوجه كيف ما بغات تكون وحتى كتصفي يعني كتعطي واحد النضاره للبشره. معلوم سمعي. دونك ضد لي بوان دروسور ضد النمش والحساسيه ديال البشره كيف ما بغات تكون نوعها. لا درنا على الوجه مرتين في اليوم عصير المعدنوس او نقيع المعدنوس. دونك مع عصير المعدنوس نقطعوا المعدنوس بحال بالموسكي تنديرو نعصروه ناخذوا الماء ديالو ولا العصير ديالو فري نقدروا نديروه ديريكتومون فري ولا نقدروا مثال بسيط نشدوه ناخذوا الماء غالي ونخويو عليه. دونك اش قلنا نقيع المعدنوس واحد قبطه ديال المعدنوس نفرغوا عليها نص لتر ديال الماء حتى الغليان ونتركوها واحد 15 دقيقه. راها ممتازه تتصفي الوجه من النمش. يعني نستعملوا الاشكال والشون تنسلوا بها البشره وتبيض الوجه اللي تبيض الوجه وضد الكلف البقع السوداء اللي كاينه. قبطه ديال المعدنوس في 4 لتر ديال الماء الساخن حتى الغليان نخليوها تخمر واحد ربع ساعه نصفيوها وتستعمل دافي ماشي بارد. يتستعمل دافي الا بغينا نبيضوا الوجه مزيان وكل شيء نساو نحيدوا الكلف وداكشي نستعملوه دافي على الوجه في الصباح وفي العشيه ولا بالصباح والليل. مده ما تقلش على اسبوعين 15 يوم. يعني من الاسبوع الاول كتبدا تبان النتيجه. بيان سور. عندنا الا خدينا 4 كاس من العصير العشبه وهي دائما فريش غدا قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء ضد تجمع السوائل لا روتونسيون دو ضد لي زودام
ضد السخانه، ضد فقدان القوه والضعف في الاعضاء باكملها، ضد اوجاع الدوره الشهريه. اذا اش غناخذوا؟ غنقطعوا القزبر والمعدنوس، نصفيوه ناخذوا ربع كويس بالوريقه ديالو بالعويده ديالو كلشي هذاك قبل الفطور قبل الغداء قبل العشاء. يستحسن باش يتخاد الدواء يعني قبل الدوره الشهريه ولا اثناء الدوره؟ لا دابا اللي عندها الوجع ياك يعني تاخذوا قبل، تاخذوا واحد 5 ايام ولا 6 ايام قبل باش يعطيها مفعول، باش ما يجي لا وجع لا صداع لا حتى حاجه. واحد التحذير، اخذ او اكل او شرب المعدنوس بمقادير عاليه راه ماشي خالي من الضرر، راه يقدر يؤدي لصداع الراس او الشقيقه ولا السكر مع لي كونفولسيون مع اذا ما خصناش نتجاوزوا القياس المعقول اللي حنا كنقولوا عليه، ناخذوا غير شويه راه فيه منفعه كبيره. لفتنا واحد القدر راه تيرجع دار. السيده اللي حامل مثلا واش عندها شي دايما شوف دائما اللي حامله ما تاخذ والو، تاخذ انا من الحوايج غير اللي ضد التشنجات ديال الوالده والداخل والمعده وداك الشيء. اذا تفادى هادشي كله. انا تنصح خذوا غير 4 معالق صغيره ديال الكمون في الصباح وفي العشيه. واخا الاشخاص اللي عندهم طونسيون عندهم الضغط ياخذوه ما عندهم حتى مشكل. ما عندهم حتى مشكل. الاطفال الصغار اقل مثلا من 10 سنين ياخذوه سون بروبليم، راه تياخذوه يوميا في ماكلتنا. واخا ناخذوه كما قلنا على طرق مختلفه، يا اما ناكلوه هكاك صاين خضر طري في شليضه ولا في شي حويجه. احسن حاجه هو خضر دائما ياك، او ناخذوه على شكل لوسيون الا كنا غادي نشربوه الصباح وبالغداء وبالعشاء، ويقدروا يحليوه بالعسل، يقدروا يدخلوه في العصير، يدخلوه فاش ما بغاو كاع طاحت وصبناها يديروا صوبه وتا الاخر لا سوب يقطعوه يعصروه ويزيدوه في لا سوب، هما ما طيبوه ما حتى حاجه ولا سوب راه بنينه اصلا. يعطيك الخير دكتور جمال، اسرار فعلا ومعجزات ديال هذه العشبه ديال اليوم. حنا معك في جزءنا الاول كنخصو كنخصو كيف ما تنقولوا كنعطيو افكار عن انواع مختلفه ديال الاعشاب اللي كنهملوها ولكن راه فيها العجب الفيتامينات والاملاح المعدنيه راه خرجه العقل. غادي نمشيو دابا وجهتنا ستوندار وغادي نجاوبوا على الرسائل القصيره رسائل الاسماء باش نعطيو كل واحد حقه ياك دكتور. سعد إذا كان ممكن تأمين مكالمات نبداو نقراو شويه ديال الرسائل القصيره. غادي نبداو باختي سعديه. سعديه كتقول السلام عليكم، انا سعديه من ولاد زم، واش كاين يعني نقدروا نلقاو شي حاجه اللي كتحيد الاوجاع ديال البطن وكذلك الالم ديال المعده؟ حنا يمكن قلنا المعدنوس راه فيه شفاء، قلنا المعدنوس كاين بابونج كاين سالميه كاين كنا المغرب كله تعرف الكرويه، تعرف حبه حلاوه، تعرف الزعتره، يعرف الزعتر، كاين الريحان، كاين بزاف. كتسول كذلك واش ممكن نجمعوا دكتور جمال ما بين الدواء بالاعشاب والدواء ديال الطبيب؟ تنصح به. كتنصح به يعني ما نوقفوش الادويه؟ لا ما نوقفوش الدواء ديال الطبيب. كتقول كذلك كتعاني من المشكل ديال ليطاش ديال الحبوب في الوجه ديالها، وهذه كتداوي منه تقريبا 6 سنين ما بقى حتى شي علاج، شنو دير؟ اولا واش البشره جافه، واش ميدمه، واش عاديه؟ ما عطاش بالتفاصيل دكتور جمال، وعلاش كنقولوا دائما نكتبوا شرحوا الحاله ديالكم بالتفصيل. دونك غتاخذ راه هضرنا على واحد الوصفه ساهله شحال من الخطره اللي ما فيها حتى ضرر. خذي اختي غسلي وجهك بالماء والصابون 2 خطرات، خلي الصابون الخطره الثانيه خليه واحد 30 ولا 40 ثانيه تقرب ينشف وجهك، غسليه مسحي. خذي الزيت البلديه ديريها لوجهك، خليها ساعه ونص 2 سوايع 3 سوايع تتقربي تنعسي ومسحيها. خذي ليموناد العصير عصريها، خذي العصير ديريه لوجهك، صبري واحد الدقيقه عاودي من دوزيام كوش حيت دايره الزيت من تحت وما غيشدش مزيان وباتي بها، والغد غتبان لك بين الليل والصباح غتبان لك نتيجه. لا دوزتي واحد 10 ايام متابعه راه وجهك يبيض من داك الشرفيع والطبيعي يحيدو. ما تنساوش منين تيبيض الوجه راه تبدا تبان الطبعه. 3 ايام 4 ايام نبدا ندير داك العصير غير الطبعه غير المكان ديال الطبعه اللي فيه. الهالات السوداء لا سيرن حتى هما كيصح لهم لي سيرن لا كان المشكل جاي من الكبده راني نصحت بالخرشف. الورق الخرشف راه ممتاز لواحد درجه كبيره. هو الاختصاص رقم 1. كاين بوعكاد كاين بزاف، راه ما نعد لكم هذاك. نعطي مثال بسيط لا بغيت نعد بالزربه. هذاك عندنا الدنجال، عندنا الفراز، عندنا اليزير، عندنا المصاصه، عندنا الشفرجل، عندنا حرير